العظيم مش بتفهم اقسم بالله. بصوا يا جماعه هنلعب دلوقتي لعبه، الناس كلها بتتفرج عليها على فكره. هنلعب دلوقتي لعبه، انا هختار رقم وهكتبه لكم هنا على الشاشه، واسراء تختار رقم وهتكتبه لكم هنا على الشاشه برضه. فاحنا هنبدا نقول ارقام وهنكتب هنا في الورقه دي ماشي، وهنشوف بس مثلا انت مش هتبصي. انت فاهمه اللعبه ازاي؟ لا مش هتبص. لا مش هنبص. ايه انت مش هتبصي عليا يعني؟ انا عليكي. احنا ده الرقم ده في الفيديو لما نيجي نعمله. ما انا فاهمه انا لما نيجي نلعب دلوقتي تفهمي؟ لا بس انا اسمعي هشرح بس. لكم الموضوع ببساطه. هي اللعبه انا مثلا اخترت الرقم مثلا 50، فانا هكتبه لكم هنا ماشي. فانا ما قلتش الرقم وانا مع اسراء، انا هكتبه لكم انتوا على الشاشه، واسراء مثلا اختارت رقم 30. تمام، هنبدا اللعبه. انتوا اللي شفتوا الارقام، هي ما شافتش ولا انا شفت رقم. فلما نيجي نبدا اللعبه مثلا هنقول ايه؟ مثلا انا هقول لها 1 مثلا، هتقولي لا اعلى، فانا هكتب ان انا قلت لها 1. فاهمين ازاي؟ مثلا هقول لها هقول لها 25 مثلا، تقولي قربتي. بس هنبدا بقى الفيديو. ده الرقم بتاعي. قولي رقم كام؟ المفروض تقولي ده الرقم بتاعي. ده الرقم بتاعي. مش بقول لكم اقسم بالله العظيم هي مش فاهمه. انا ببص بصراحه بحاول اكون فاهمه، فانا هعمل نفسي ان انا فاهمه عشان اكون فاهمه. يعني بص احنا نقول ده الرقم بتاعي وده انت هتقولي الرقم بتاعك وانا هطلعهم على الشاشه. بس انا اكتبهم هنا. ما تكتبوش عشان ما اشوفوش. خليه في دماغك. ايوه خليه في دماغك. طب الشاشه هتعرف ازاي يعني؟ ما انت هتقولي لي بعد الفيديو لما اعرفه. اقول لكم اقسم بالله العظيم اقوله في دماغي يعني. ماشي، ده الرقم بتاعي وده الرقم بتاعي. يلا نبدا بقى. انت الاول، بس حطي رقم، اوعي تكوني بتغشي يعني، رقم يبقى بجد. لا بجد والله. طيب ماشي، انا اخترت الرقم يعني. صح، الارقام من 1 ل 100. ماشي. ها ايه؟ قولي رقم. 19. لا اقل. 5. لا هي مره واحده. هي مره واحده بس. ما انت بقى المفروض تكتبيه عشان اكتب تعرفي ان انا قلت لك 19. ماشي صح. ماشي. انت رقمك 30. لا اقل. 30 ماشي. ده الرقم بتاعي. ما احنا نبدا ده الرقم. والله العظيم مش بتفهم اقسم بالله. ماشي رقم. انت بتقولي لي، انت تساليني. اقول لك رقم تاني. انت قلتي اقل من 19. اكتر من 19. قلتي اقل. انت قلتي اقل من 30. لا وانت والله العظيم قلت لك اكتر. طب هتشوفي. ماشي هنشوف بيقول لنا مين فينا اللي غلطان. انت قلتي لي اقل من 19. قلت لك اكتر حتى من قلت 19. لك هقول لك ليه، عشان قلت لك 5. هبدا. لا قولي اكتر من 19. قولي رقم بقى تاني. 23. اكتر. اكتبي انت. رقم 20. ازاي؟ عشان شفتي اقل من 30. لا عشان 25 ولا 20. لا عشان انت اصلا بتكسبي على طول. طب يلا الله اكبر. يلا هنلعب جوله ثانيه. انا كده 1 انت 0 يعني كده خلاص 19 و 23 دول. خلاص يلا ماشي. ده رقمي وده رقم. ماشي. هنبدا انا 10. لا اكتر. انا اللي اكتب. انا اللي هكتب. ماشي. قولي لي. 30. لا اكتر. 30. انت قلتي اقل ولا اكتر؟ انت قلتي 10. اكتر. 40. اكتر. 40. انت تكتبي. انت قلتي اكتر من 30. اكتر من 30. 50. اكتر. 50. ايه ده؟ 50. 65. لا اقل من 65. اوكي. ايه؟ ماشي. قولي. انت قلتي لي اخر حاجه قلتها لك 50. قلتي اكتر. انت قلتي ايه؟ 50. قلتي اكتر. يبقى 60.
غلط. اكتر. طب هنفضل نقول اكتر كده كتير؟ انت اللي تكتبي، انا بكتب ليه؟ 60. اخر حاجه قلت لها 60. اوكي انت اقل من 61. اقل من 61. ادي ارقامها اهي، يلا قولي. اكتر من 60. 70. لا 65. لا 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 ايه انت قلتي من لحد 100 اكتر كتير اكتر كتير. ماشي انا اللي هقول. ماشي 61 قلت. 61. لا انا انت قلتي لي اقل من 61 صح؟ 57. اقل حاجه بسيطه يعني كده. 57. ماشي قولي لي. 80. اكتر من 80. انتي 50. اكتر حاجه بسيطه. حاجه بسيطه قوي. غششيني. غششتهم. ماشي 50. اوكي قولي لي انت. بصوا يا جماعه ثواني قبل ما نبدا اللعبه، الشنطه بتاعتي كانت هتتسرق. كانت محطوطه على اخر الترابيزه. احنا بنبص كانت محطوطه على اخر الترابيزه ماشي، فمحطوطه يعني اللي هي كده بالظبط كده. فعدى بقى موتوسيكل سريع وعدى والله انا واسراء بقينا قاعدين كده اهو. احنا عارفين لما تبقوا قاعدين بتتفرجوا على مشهد اللي هو الشنطه تتسرق وتعمل ايه نعمل ورا. هي بجد والله هو عدى من جنبها بالظبط. احنا كنا عارفين قاعدين على الترابيزه قدام مش هنلاقي الترابيزه اساسا كده لو احنا مستنيينه ياخد الشنطه عشان نبص عليه كده اقسم بالله. وهو مش ناخد مثلا الشنطه لا احنا مستنيينه ياخد الشنطه. والله العظيم لا بجد. نرجع تاني كده ازاي؟ خليها شنطتي مع انه هو على فكره لو اخد الشنطه هيرجعها لي تاني. طيب صح التليفون اغلى من الشنطه اصلا. طيب نرجع اللعبه تاني. كنت هتقولي رقم ايه؟ كنت انت قلت لي انا قلت لك 57. لا انت اللي كنت هتقولي لي. اكتر من ال 80 قلت لك. 90. اكتر كتير. ده مع انت كده خلاص قربتي توصلي لل 100 يعني كتير ولا حبه صغيره؟ اكتر كتير معرفش. 90. انا اللي هقول. صح. احنا وصلنا ل 57. قلت لي اقل صح؟ اقل من 57 حاجه بسيطه. لا قلت لي 50 حاجه 54. اكتر ولا اقل؟ اقل حاجه بقى بسيطه قوي. شفتي انا بقى بسهلك المواضيع ازاي؟ مش بسهل لها حاجه. قولي انت. مش هتسهلي لي برضه؟ انا غلطانه عشان انت مش فاهمه اللعبه اصلا بتسهلي لي. هو صح عشان كده انت اللي هتكسبي. ما انا كسبت المره اللي فاتت. لا مش اكتر كتير بصراحه. قولي رقم. اخر حاجه قلتها 90. انت اكتر 95. اكتر 95. قولي بسرعه. انت رقمك انت 52. لا غلط. 52. اكتر ولا اقل؟ اكتر. اوكي انا اخر حاجه قلتها لك ايه؟ عرفت الرقم على فكره عشان انا عرفت الرقم. ايه انت قلتي اخر حاجه ايه؟ انت اللي قلتي لي اخر حاجه 95. 97. صح. الحمد لله ربنا نصرني. كنت هتسابع ربنا نصرني والله العظيم. انا فرحانه والله. عرفت ان هو 53 انت؟ انا عرفت كنت ايوه انت عرفتي بس انا عرفت مجهودي لكن انا اللي غششت. زي اول مره يا جماعه. انا كل ما بلعب بكسب. هي الوحيده باجي العب معاها قبل ما نبدا اللعبه تقول لي انت اصلا كده هتكسبي فبخسر. في دوشه كسبت. ايه رايك في اللعبه دي؟ على فكره اللعبه دي حلوه على فكره والله العظيم. اللعبه دي حلوه قوي قوي قوي. بس احنا اتنين بس عارفين بقى. لو جروب كبير اكيد هتبقى لو جروب كبير وكل واحد فيكم اي رقم يعني مثلا 5 وكل واحد فيكم مختار رقم يعني بنمشي ورا كل واحد عشان نعرف رقمه ايه. فالدنيا هتبقى فاهمين اللي هي بتبقى ملخبطه كده وحلوه. بس في لعبه تانية بقى انا بحبها بقى هنلعبها بقى مرتين. طب احنا ممكن نلعب تحديات. تيجي ايه رايكم نعمل لكم فيديو تاني في لعبه تانية حلوه قوي بما اننا شاطرين جدا 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 وانا بكسب بقى وهي بتكسب. لو كده هنعمل لكم فيديو تاني دلوقتي في لعبه تانية جديده. بس استنوا الفيديو ده بقى ايه فيديو تاني الفيديو بتاع بكره.
بس ايه رايكم في الجو اللي احنا قاعدين فيه؟ على فكرة هو بجد البحر كده. باين. استنى اوريكم البحر يا جماعه من ورا. بصوا البحر، شايفين؟ لا بس الجو بقى زي ما بقول لكم الجو عندنا هنا حلو جدا 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 بجد. من شويه كان الجو حر قوي، دلوقتي الجو حلو عشان احنا قاعدين على البحر زي ما وريتكم. البحر ورانا يا جماعه بجد. احلى كورنيش انا بالنسبه لي أيوة، وأنا احلى كمان كورنيش كورنيش السويس. ايوه بصراحه والله يعني انا يعني قعدت في دمياط على فكره بقى 3 سنين، ورحت اسكندريه ورحنا بورسعيد يعتبر قريب من الكورنيش بتاعنا شويه. وكورنيش اسكندريه بس- حلو بس بيبقى زحمه قوي قوي لكن احنا الكورنيش بتاعنا بيبقى رايق حلو. رايق البحر الأنوار كمان ورانا على الرملية طول، كده. فلا انا بحب الكورنيش بتاعنا بجد. لو حد مخنوق او متضايق او كده، لو انت نزلتي قعدتي لوحدك بس على البحر كده تحسي ان انت عارفين. انا من شويه على فكره انا واسراء من كتر اللي كان بيحصل معانا النهارده لا بجد بصوا، النهارده إحنا اليوم كان بجد وحش. الدكتور اتاخر، ما كانش التحاليل يومنا. اتاخرت. ما خسيتش غير كيلو واحد. تليفون اسراء فصل شحن، تليفوني قطع شبكه قطع خدمه، الخط وقف بجد ما كانش حاجه. فاحنا كنا قاعدين احنا الاثنين عارفين كنا في صحراء، لدرجه ان انا بقول لها اسراء انا من كتر الضغط اللي انا فيه حاسه ان هيغمى عليا. عارفين اللي هو بقى لما كل حاجه ماشيه عكس لا الطبيعه. هو فعلا ايوه بجد والله والاضاءه كل مفيش حاجه اضاءه، عايزينها التليفون مش راضي يشتغل، التليفون مش راضي يشتغل. احنا بقى لنا ساعتين عشان نعرف نصور. بس كل حاجه كانت واقفه معانا النهارده، بس الحمد لله نهدى مبسوطين الحمد لله. كنت عايزه اقول لكم حاجه بقى كمان. بصوا يا جماعه اسراء زي ما قلت لكم في الفيديو اللي هو قبل كده ان اسراء هي اللي بتعرف تتكلم قدام الكاميرا. انا والله باجي قدام العظيم ما الكاميرا. اعرفش اتكلم. على فكره احنا في فيديو هنعمله لكم عن شخصيتنا احنا الاثنين من زمان، هقول لكم. طب هسالك سؤال بجد، احنا نقدر نطلع بره السويس؟ لا انا وانتي عامه اي حد من السويس يقدر يطلع بره السويس؟ لا بجد يا جماعه بجد انا بحس ان السويس اكتر محافظه. ما حد اللي مهما من السويس بنسافر. مهما اللي بيسافر ومهما بيروح لازم يروح. فاللي هو يعني ما فيش حد بجد، ما فيش حد من السويس بصوا احنا مهما بنسافر مهما نسافر مهما نروح مهما نبعد مهما نقعد نقعد في أي يومين، مكان. 3 4 اسبوع بس الحنين بتاعنا هنا يعني بنحب ان احنا بعد ما نقعد كده اللي هو ونتفسح ونعمل اللي احنا عايزينه لازم بجد بنبقى عايزين نرجع. اول بقى ما ندخل السويس بتحس بجد عارفين السمكه اللي بتطلع من البحر. ايوه احنا السمك، احنا السمك احنا اساس السمك هنا السويس اساس السمك. ولا السمك بقى يا سلام على السمك. ده العشق. فاللي من السويس احنا عايزين بقى اي حد من السويس بيتفرج علينا وبيشوفنا يكتب لنا في الكومنتات ماشي. اي حد من السويس بيشوفنا تكتبوا لنا في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوا الفيديو بتاعنا التاني. هنعمل لكم لعبه على فكره دلوقتي. وقولوا لنا بقى في الكومنتات يعني رايكم يعني. عايزين رايكم. فاكرين الفيديو بتاع امبارح بتاع الكلمه الطيبه؟ كلمه طيبه بقى عايزين كده. بس بقى اسراء كانت بتديكوا درس عن الكلمه الطيبه والصحاب. ايه قصدك ايه؟ انا قلت لهم والله امبارح مش معنى انا بتكلم عن الصحاب او عن حاجه، مش معنى ان في حاجه بتكلم عنها ممكن تبقى حصلت. على فكره بيحصل مع كل الناس يعني موضوع الصحاب والذوقيات والكلام ده. احنا الاثنين مجربين قوي حوار الذوقيات بجد. كل احنا ما عندناش حد في حياتنا اصلا عنده ذوق. اقسم بالله لازم اي حد اقول لكم يقابلنا. ليه يا جماعه؟ عشان احنا بجد بنراعي شعور اللي قدامنا قوي ومش بنحب نضايق حد بالكلام. والله العظيم وبناخد بالنا من الكلمه اللي طالعه من بقنا ان هي ممكن تضايق الحد ده حتى لو بهزار. ومش يعني بجد مش بنحب نقول اي حاجه تضايق اي حد حتى لو حد قريب مننا جدا. والناس بجد بتضايقنا بكل الطرق، بهزار بقى مش بهزار. ما اقول لكم فانتوا لما تكملوا معانا الفيديوهات هتفهمونا كويس. في الفيديو اللي هنعمله لكم عن شخصيتنا احنا الاثنين. يلا باي.